بس حظه ونصيبه ساب شغله عشان يكسب جنيه دهب. مبروك يا رمضان. من الفقرات اللي احنا قدمناها السنه اللي فاتت وبنقدمها السنه دي فقره الصلح وبنزودها. يعني امس الاول كنا في البدرشين، خدكم دلوقتي نروح في الجيزه بعد ميدان المحطه كده بكام شارع نلتقي مع اولاد البلد. للاسف ان احنا بنسمع ان في مخططات من بره، للاسف ان بنسمع في ارقام كبيره للسلاح دخل في مصر، للاسف اراقه الدماء في مصر بقت دلوقتي شيء عادي، للاسف كل يوم نستنى مزيد من الجرحى والشهداء، للاسف هناخد من هنا لغايه بعد بكره. هي مؤامره اللي احنا نقف قدام بعض، حتى مش بشكل سياسي، حتى ناس تتخانق مع بعض دب بعض وده يموت. بنقدمه النهارده، بنقدمه لكل شارع لكل بيت. خلي بالك قبل ما تتخانق، خناقه طوبه من هنا وطوبه من هنا الناس بتموت. خلي بالكم، نروح حته طيبه، ناس ولاد بلد جدعان في قلب الجيزه بنعيش معاهم. وبحيي اخو اللي اتقتل لانه بادر بالصلح، وبحيي كل واحد يمشي في الصلح. من سنوات كنا بنتكلم على الفرح الجماعي، بقت سنه طيبه في مصر. اتمنى الصلح ده يبقى موجود في كل قريه في كل بيت. اتمنى يوصل للي فوق، اللي هم شايفين نفسهم فوق، اللي هم بيتخذوا السياسه وسيله اللي احنا نذبح بعض ونموت بعض. مش احنا يا مصريين ولا احنا كمسلمين. ناخدكم نروح ميدان الجيزه ونقدم صوره جديده من منهى اراقه الدماء، صوره جديده من الحب، من السلام. نروح على هناك. اللهم ألف بين قلوبنا وأصلح ذات بيننا، فنسأل الله العظيم أن يديم الحب بيننا، وأن يجعل الحب شعارنا، وأن تعود أمتنا على ما كانت عليه على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه. نحن في وقت زادت فيه الكرب وزاد الهم. ما يحدث في مصر ليس مقصورا على ما تشاهدونه على الشاشة التلفزيون، ولكن للأسف اشتدت الفتنة واشتد القرب وزاد الألم. فنجد دم المصريين في كل بلد، في كل قرية، في كل شارع. هو مباح، هو متاح في هذه المناطق الشعبية اللي نعتز بيها، اللي بنحبها، اللي هي أصل هذا البلد. من المفترض أي مشاجرة، أي مشاحنة ما تاخدش أكتر من دقيقة. لا، زادت وضربنا بعض، موتنا بعض. أين الدين؟ أين الاحترام؟ أين السلام؟ نسينا أولا ربنا، ده قال اصبروا وصابروا. الصبر ده شيمة المصريين. طول عمرنا فقراء، فقراء بالمعنى المادي، ولكن أغنياء بعزة النفس، بالشرف، بالأمانة. احنا النهاردة احنا معانا ناس كبيرة من أهل منطقة الجيزة. بنقفل حكاية ونتمنى إنها تتقفل خالص. نتمنى إنه في هذه الناحية، لأنه جيت هنا في رمضان كنت أتمنى إن احنا نيجي في ندوة دينية، في قعدة طيبة. الصورة اللي ورانا بتحمل الكثير. اللي توفى مصطفى محمد عبد العال رحمة الله عليه. النهاردة بنقفل جرح كبير، رحيل واحد من أبناء المنطقة. يمكن ربنا أكرم أسرة المتوفي إن ألهمهم الصبر والإيمان، واحتسبوا ده عند ربنا. لأنه كان ممكن نشوف صورة عكس كده، بدل ما احنا قاعدين متجمعين والشيخ بيقرأ قرآن وأخونا بيتكلم عن أحاديث الرسول، كنا ممكن نشوف الناس عمالة تضرب مولوتوف أو تضرب نار أو الشوارع مقفولة. وده اللي بيحصل في حتت كتيرة. احنا النهاردة بناخد العظة في صورة متعلقة، كان ممكن يبقى قاعد في وسطينا، لكن اللي وصله لهذه الصورة الشيطان ضحك علينا. اللي احنا تهاونا، اللي احنا سكتنا، الناس خافت، الناس سكتت، مليون سبب. لكن دي الحقيقة، الحقيقة مرة. دمنا، دم اخواتنا، دم ولادنا اغلى من اي حاجة.
والله جاب ابني. انا فداك يا عم. واحنا ابني، ما هو ابننا احنا كمان. ابننا احنا كمان. ده مش اخويا والله، ده جاب ابني. انا حزنت عليه اكتر من نفسي. ما هو ابني. الله يرحمه ويسامحه. الله يرحمه ويسامحه. استغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم ونتوب إليه تبنا إلى الله ورجعنا إلى الله وندمنا على ما فعلنا وبرئنا من كل ذنب وكل دين يخالف دين الإسلام. نعاهد الله على الحب والوفاء ونعاهد الله على الحب والإخاء وأن يصفح كل منا للآخر والله على ما نقول شهيد. اللهم حرم دماء المسلمين على بعضهم البعض. اللهم حرم دماء المسلمين على بعضهم البعض. يا رب اهد شباب المسلمين. اللهم اهد شباب المسلمين. اللهم اجعل مصر أمنا أمانا سخاء رخاء وسائر بلاد الإسلام. الله أكبر كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله. بعد إذن حضراتكم، اللي ليه مظلمة عند مصطفى ولا زعله في حاجة ولا اقتص منه في حاجة يقتص مني أنا. شتم وشتيمة، ضربوا ضربة، ليه دين، ليه فلوس، يقتص مني أنا موجود أهو.